سلام الله عليكم خوتي. راح نتكلموا في هذا الفيديو بحول الله تعالى حول فيزا الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للجزائريين، وخاصة بعد ما شفت أنه في الأيام هذه أنه الكثير من الوكالات السياحية تروج وتصور على أنه فيزا الولايات المتحدة الأمريكية أسهل فيزا بالنسبة للجزائريين. خوتي شوف انه الفيزا الامريكيه من حيث الاجراءات يعني هي سهله، لا تتطلب الاوراق، يعني ما تتطلبش دوسي كبير مثل فيزا شنغن. برك واش تحتاج فيزا امريكا؟ تحتاج استماره دياس 160. هذه هي خوتي، هاي تحتاج استماره دياس 160، تحتاج الاستماره هذه، وتحتاج طبعا الرونديفو. هذا هو الرونديفو والباسبور تاعك، يعني يوم المقابله تدي الباسبور تاعك، الباسبور جواز السفر. تكاليف التاشيره تخلصها في اراماكس، يعني راه يدير 2,590,000. اما بالنسبه يعني واش راهم يقولوا الوكالات السياحيه انه الفيزا تاع امريكا راهي مليحه وراهم يمدوا، لا خوتي، خاصه في الفتره هذه ما راهمش يمدوا. الرفض راه 100%، نسبه الرفض عفوا خوتي راهي 100%. ما راهم يمدوا عفوا حتى واحد ما راه يدي الفيزا تاع امريكا في الفتره الراهنه خوتي، يعني راهي تغلقت. لانه علاش؟ بسبب الانتخابات الامريكيه، يعني الانتخابات الامريكيه مازال ما عداتش، وثاني بسبب الاعصار اللي ضرب امريكا. فانا كان عندي يومين ملي انا والصديق سعيد ديرنا المقابله في سفاره الولايات المتحده الامريكيه في الجزائر العاصمه، وعطونا الرفض. وكان يعني كان حوالي 500 شخص في السفاره. نهار هذاك داروا المقابله ما عطاو حتى لواحد خوتي. واحد ماده كاين اللي عنده 60 سنه في لاج تاعو، تسمى متزوج ولادو كبار، وعنده زوج خرجات للولايات المتحده الامريكيه ديجا وما عطاوهاش، عطاوها الرفض. كاين اللي متزوجين راحوا مع ولادهم ما عطاوهمش. يعني عندي يومين قلت لكم اللي درت الانترفيو ما عطاو حتى لواحد خوتي. ها هو الرفض، هذه هي الورقه تاع الرفض. عطاوني ورقه تاع الرفض يعني صفراء فاقع لونها تسر الناظر. وهاي تاع الورقه الدوزيام تاع صاحبي، ها زوج خوتي تاعي وتاع صاحبي، باه ما تقولوش راه يكذب وراه فيزا امريكا. يعني صبروا الناس اللي عندها رونديفو في شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر تبدلوا الى العام الجديد، يعني في جونفي 2025 رايحين ان شاء الله يحددوا الكوطه، يعني يديروا قانون الهجره الجديد بعد ما يطلع الرئيس ويتنصب الكونغرس. رايحين يديروا قانون الهجره الجديد، ورايحين يحددوا الكوطه الجديده بالنسبه للجزائر. يعني ممكن يحددوا 10,000، ممكن يحددوا 12,000، ممكن يعطيو 18,000 هجره سياحيه للجزائر. يعني اللي عنده رونديفو قبل العام الجديد خوتي نصحوا انه يبدلوا، لانه تقدر تبدل رونديفو تاعك، تدخل الحساب كليجيسي تاعك وتبدا وتخير رونديفو جديد خوتي، تخيروا سواء في جونفي ولا في فيفري باش يكون عندك حظوظ اكبر. اما دوك ما نصح حتى واحد انه يتقدم على فيزا امريكا، وما تصدقوش وما تامنوش الوكالات السياحيه خوتي، راهم يكذبوا وراهم يعني مجرد مصاصي دماء، وما ماذا بهم يخدموا. وخوتي كما قلت لكم اللي عنده رونديفو غير يبدلوا للعام الجديد. وما تنساوش دعمنا واشتراكنا في القناة باش نستمروا ونفيدوكم بكل ما يتعلق بالهجرة. وبالتوفيق للجميع خوتي، سلام.